السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الكيك. هنعمله بالبرتقال. هنعمله بطريقة سهلة جدا وهنعمله بطريقة مظبوطة. هنعمله ولا هنعصر ولا هنقشر، لا هنعمل البرتقال بقشره. وهنشوف مع بعض الطريقة وهنشوف مع بعض الوصفة. بس قبل ما نشوف ده كله، انا اسمي نانا ودي قناتي. ولو اول مره بتشوفوني اهلا بيكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت حلو كده يشجعني. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اتمنى تشتركوا في القناه وتنوروني وتشرفوني وتكبروا القناه، والقناه مش هتكبر الا بيكم يا حبايبي. برحب بكل حبايبي وكل اخواتي داخل مصر وخارج مصر. بحبكم جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الوصفة زي ما قلت لكم، وبما اننا بقى في موسم البرتقال والبرتقال الحمد لله رخيص، هنعمله بالبرتقال بطريقة سهلة والمقادير مظبوطة جدا. وقبل ما نشوف الوصفة وقبل ما نشوف الطريقة نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نشوف المقادير. مقاديرنا النهاردة بسيطة جدا. معايا انا هو كوباية من الزيت، ومعايا 4 بيضات متوسطين، ومعايا انا هو كوباية وربع من السكر الابيض الحبيبات، ومعايا انا هو 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا برتقانة واحدة بس اللي هنستخدمها في الوصفة معايا. ومعايا طبعا بيكنج باودر، جايبة انا هو كيك شيف، وجايبة الفانيليا. كيك شيف حلوة قوي بالنسبة للكيكات، انا استخدمته بصراحة بيديني نتيجة حلوة جدا. طبعا انا هو الدقيق انا جايباه متعدد الاستخدامات. بحط عليه يعني ربع معلقة صغيرة جدا من الملح، يعني حاجة لا تذكر. وحطيت الكيس كله البيكنج باودر او الكيك شيف كله. آم، ممكن تستخدمي اي بيكنج باودر يعني شيء معتاد عليه. انا هنا بستخدم اللي هو الكيك شيب بصراحه حلو جدا. وهنا مسكت البرتقانه طبعا اتغسلت كويس جدا جدا لان انا هستخدم القشر بتاعها. وببتدي اقطع هنا اهوت البرتقانه من فوق ومن تحت، وبقطعها كويس جدا عشان طبعا احنا هنستخدم كل دوت كده هنضربه في الخلاط، مش هياخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. هقطع البرتقانه قطع صغيره عشان تسهل لي تسهل في الخلاط او ان انا اساعد الخلاط. قطعتها حتت صغيرة قوي. وحطيت هنا اهوت البيض 4 بيضات. وحطيت الفانيليا، ممكن تستغني عن الفانيليا لان طبعا احنا حاطين برتقال، لكن انا هنا حطينا الفانيليا فمش هتفرق. لو انت مش عايزة تحطي الفانيليا ما تحطيش. وحطينا هنا اهوت السكر، وحطينا الزيت. حطيت كل المكونات اللي عندي وهضربهم في الخلاط كويس جدا جدا. آه مش هياخد وقت خالص معاكي. طبعا اهوت بعد ما ضربناه في الخلاط انا هنا جيت حطيته على الدقيق. وطبعا زي ما قلت لك الدقيق لازم تكوني نخله كويس جدا جدا. طبعا لان ده بيساعد على هشاشة الكيكة، بتبقى هشة وطرية، فلازم يكون منخول عشان الكيكة ما تطلعش مكتومة معاكي. هنبتدي نقلب كويس جدا جدا. طبعا تقلبي بقى بمضرب كهربائي او تقلبي بمضرب سلك زي ما انت عايزة وزي ما المتوفر عندك. هبتدي اضرب ده كله مع بعضه. وحطيت هنا اهوت خل، تحطي معلقة كبيرة من الخل الابيض العادي جدا. برضو الخل بيديني هشاشة للكيك. وابتدي هنا اهوت اضرب ده كله كده ببعضه كده اهوت. طبعا في الوقت دوت في هنا تكاية انا دايما بحطها للكيك، ان انا بحط له بكون بغلي مية، بحط له نص كوباية من المية المغلية اهيت، وبروح حطها على طول على الخليط. قد ايه بتفرق معايا، بتخلي الكيك معايا هش جدا وطري جدا وجميل. حطيت نص كوبايه بس من الميه المغليه اهي، شايفين؟ يعني خلت الخليط انسيابي خالص معايا اهوت. هو دوت القوام اللي انا عايزاه. طبعا الكيك مش عايزه القوام لا يكون خفيف ولا يكون تقيل، عشان لو تقيل طبعا الكيكه هتطلع مكتومه معاكي ومش هتطلع حلوه. فلازم يكون القوام بتاع الكيكه يكون مظبوط، ولا خفيف ولا تقيل زي ما ما قلنا. طبعا في الاثناء دي بتكوني مشغله الفرن طبعا عشان الفرن يبقى سخن، فبنشغله على 180 درجه.
طبعا دي صينية بتحطش فيها زبدة او تحطش فيها سمنة او تحطش فيها زيت المتوفر عندك، وبتعفريها هنا بالدقيق عشان الكيكة ما تلزقش معانا اهيت. ابتدي بقى احط هنا اهوت الخليط كله. طبعا زي ما قلت لك بنحط هنا اهوت الكيكة على الرف الوسطاني في الفرن، وما بنشغلش الشواية طبعا خالص. هي الكيكة بتستوي من غير شواية وما بتاخدش وقت، يعني من 25 ل30 دقيقة، ما بتاخدش اكتر من كده اهيت. كده انا خلصتها وابتدي بقى اخبط عليها كده اهوت عشان لو فيها اي هوا اهيت بس. وببتدي بقى انا اهوت احطها في الفرن، مش هتاخد معايا وقت خالص، من 25 ل30 دقيقة زي ما قلتلك. وكده خرجناها اهوت، ودي الشكل النهائي للكيكة، وطلعت معايا بالمنظر الجميل دوت. طبعا عشان الكيكة ما تهبطش منك ما تخرجيهاش على طول اول ما تطفي الفرن، لا بنستنى شوية 5 دقايق كده قبل ما نخرجها اهيت، عشان لو خرجتيها على طول لا الكيكة بتهبط منك، فبتستني 5 دقايق كده اهوت بعد ما بتطفي على طول بتخليها 5 دقايق في الفرن، بعد كده بتخرجيها اهي. طلعت معايا هشة وطرية وبالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه دوت، وطعمها وريحتها جميلة جدا جدا جدا. امشي على نفس المقادير، مقادير مظبوطة ومقادير متجربة، هتطلع لك هشة وطرية ومرتفعة زي ما انت عايزة كده. طبعا انت بتتحكمي هنا اهوت في ارتفاع الكيكة، لو عايزاها اكتر من كده في الارتفاع بتصغري الصينية، فارتفاع الكيكة احنا اللي بنتحكم فيه، بنصغر الصينية اللي معانا اللي احنا بنستخدمها. طبعا هي شايفين انا ما استنيتش طبعا لما بردت، طبعا طريه جدا جدا وهشه معايا، عايزه اقطعها اهوت مش عارفه لسه سخنه، فطلعت جميله جدا وطريه. الطريقه سهله جدا جدا والمقادير مظبوطه، وما خدتش اي وقت خالص معايا ولا خدت اي مجهود. شايفين بقطعها اهيت. طبعا الكيكه بتبقى جميله جدا جدا، بتشربي بيها الشاي بالليل، بتشربي بيها الشاي الصبح، فبتبقى يعني لو انت مش عايزه تفطري او مش عايزه تتعشي بتبقى حلوه قوي كمان للولاد. يعني بيفرحوا بيها قوي، وتشرب مع كوبايه شاي بلبن الصبح بالليل، بتبقى جميلة جدا في البيت وسهلة ومقادير سهلة وما بتاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود، وبتبقى حاجة حلوة قوي في البيت. فانا بحب اعمل الكيكة على طول، بفرح ولادي بيها وفي نفس الوقت بتبقى كويسة يعني مع الشاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم، ويكون الوصفة سهلة وتكون بسيطة، وتكون الكيكة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة اتمنى بقى اللايك والشير والكومنت الحلو اللي بيسعدني جدا جدا. قد ايه تعليقاتكم بتسعدني وبتديني كده طاقة ايجابية ان اعمل وصفات، وقد ايه بفرح بيها جدا جدا جدا، وبفرح بكل حبايبي وكل اخواتي اللي دخلوا عندي في القناة جديد. بحبكم جدا جدا جدا، يا رب كده ما يحرمني منكم ولا يحرمني من كلامكم الجميل اللي بيسعدني وبيفرحني قد ايه، يعني ما تتصوروش بيفرحني قد ايه. ربنا يا رب يسعدكم، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. أتمنى لكم أوقات سعيدة، وأتمنى لكم تحققوا كل اللي تتمنوه يا رب يا رب. طبعا كده الوصفة انتهت، وكده الفيديو أتمنى يكون نال رضاكم. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.